أفضل ملاكم بالنسبة لي في العصر الحديث تايسون المغرب الذي طاح بكل خصومه بالضربة القاضية. الجميع يخاف منه. النهارده إن شاء الله تعالى نشوف هذا التقرير المميز من صاحبنا تاوري، لكن رجاء اللي يدوس على زر شير هذا المقطع في كل مكان، وصلنا 100 مشترك لأن اليوتيوب ما بيحبش يشارك القنوات الجديدة ويخليها على طول كان ندمر هذا. يعني ندمر مين يا عمي؟ نشوف هذا المقطع خرافي. ليتس جو. السلام وعليكم عليكم ورحمة السلام يا الله. تاوري. من بعد أن تواجه مع خصمه الإنجليزي تود في عالم الكيك بوكسين، يا الله. وواجه معه صعوبة شديدة حيث كان الإنجليزي يضغط كثيرا على نبيل حريولي. لكن المغربي نبيل حريولي كان يوجه ركلات ولكمات مكنته من الفوز بصعوبة شديدة ضد خصمه الإنجليزي. وفي نفس السنة قدم أداء متواضع ضد خصمه لورينزو وفاز عليه بالنقاط. وبعد عامين قرر أن يدخل لعالم الفنون القتالية المختلطة، وهذا أثار اهتمام الإنجليزي وقرر أن يدخل معه القفص سنة 2021 لكي ينتقم من المغربي نبيل حريولي. وكان واضح على وجوههم بأنهم يكرهون بعضهم كثيرا حتى إنهم خرقوا قواعد الاحترام. بدأ النزال بلكمة يسارية من المغربي ليرد عليه الإنجليزي بركلات منخفضة، وبينما كان يوجه ركلات علوية تصداها المغربي وهجم عليه بلكمة مستقيمية قوية بعثرت أوراق الإنجليزي تود. ليستمر المغربي بلكماته المتوحشة حتى اضطر الحكم لإيقاف النزال. وبعد شهرين عاد للكيك بوكسين ليتواجه مع تركي وجها لوجه، ولا أعرف صراحة لماذا قام تركي بهذه الحركة. لكي يموت. هل هي زلة رأس أم شيء من هذا القبيل؟ لكن واضح بأنه سوف يدفع الثمن غاليا. وفي أول ثانية للنزال وجه نبيل حريولي لكمة مستقيمية قوية جعلت خصمه التركي يتراقص. استمر النزال وضغط نبيل حريولي على خصمه وأسقطه للمرة الثانية. نهض التركي مرة أخرى لعل وعسى تحدث أي مفاجأة ويسقط المغربي بالضربة القاضية، وبينما كان التركي يفكر أنهاه المغربي بضربة مستقيمية يسارية قوية. يا عمي كيف تتحدى واحد زي نبيل؟ وبعد أن أنهى هذا النزال بالضربة القاضية في أقل من دقيقة توجه نبيل حريولي إلى خصمه التركي ليقوم بتعزيته. وآخر نزال له في الكيك بوكسين كان سنة 2022 ضد خصمه ماريو، وفي الجولة الأولى أسقط خصمه بيمينية قوية. نبيل لازم يروح UFC، لازم. استمر النزال وبدأت حرب طاحنة ما بين هؤلاء المقاتلين. وفي الجولة الثالثة سيطر نبيل حريولي على خصمه الإيطالي. وانتهى النزال بقرار الحكام وفاز المغربي على خصمه الإيطالي. وفي سنة 2023 عاد نبيل حريولي إلى القفص ليخوض نزاله الثاني ضد خصمه ريا في الفنون القتالية المختلطة، وفي البداية توجه إلى الحلبة بطريقة متوحشة.
عظيم نبيل، ودخل عظيم إلى والله. القفص ونظراته كانت متعطشة للدماء، جعلت خصمه الإيطالي ريا يدخل في توتر وقلق كبير، حتى إنه بدأ يتعرق وينهار قبل بداية النزال. وصراحة لو كنت أنا مدربه لرميت له المنشفة قبل أن يبدأ النزال. دق جرس البداية واتجه نبيل حريولي إلى خصمه موجها له لكماته القوية. رهيب يا ابو نبيل، رهيب رهيب يا حبيبي. وبعدها أمسك خصمه ورماه على الأرض، وظل الإيطالي ريا متشبثا بالمغربي نبيل حريولي. وبعدها تحرر الوحش نبيل حريولي وبدأ يوجه لكمات قوية. انتهى النزال، لكن تأثير لكمات نبيل حريولي لم تنتهي بعد. خصمه الإيطالي ظل مستلقيا لمدة طويلة، وكما العادة توجه إليه نبيل حريولي لتعزيته. وكان هذا ثاني فوز لنبيل الحريولي في الفنون القتالية المختلطة. وبصراحة شديدة أرغب بأن أرى هذا المقاتل المتوحش في منظمات عالمية. وهذا ما عندي في هذا المقطع، أتمنى أن ينال إعجابكم. يا عم مقطع ممتاز، ربي الكعبة. أتمنى تكونوا أنتم أيضا استمتعتوا. يا أخي لازم أشوف نبيل في UFC، لازم. أتمنى بس تكونوا استمتعتوا. دوس تحت على زر الاشتراك، ويلا مع السلامة.